السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي ومصيف؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال يا رب. ما تنسونيش في لايك بالله عليكم، عشان اللايك بيشير الفيديو وبيخلي كل الناس تشوفه، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. تمام. وعايزه كومنتات بقى حلوه وتقولوا لي رايكم في غدا النهارده. بصوا يا حبايب قلبي، عملت بقى الغدا ده النهارده. تمام. عملت رز بسمتي ابيض مش اصفر، عملته ابيض. تمام يا حبايبي. وعملت كفته داود باشا زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. طبعا انا هشرح لكم كل حاجه وهنزلها على القناه، واتمنى تتفرجوا الفيديو للاخر وتقولوا لي كومنت ايه رايكم في الغدا بتاع النهارده، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. تمام. ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك بيكم ليكم، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. تمام يا حبايبي. بصوا النهارده انا جبت الرز البسمتي، جبته الابيض مش الاصفر، اللي انا يعني الاصفر اللي هو بيتحط عليه كاري وكركم والحاجات دي. الابيض اللي هو بيتعمل عادي بشوربه وسمنه عادي. تمام. انا جبت زبده وعليها حته سمنه، او ممكن زبده بس او ممكن زيت على حسب المتوفر عندي، كل مره نقول كده على حسب المتوفر عندكم. تمام يا حبايبي. وحطيتها في الحله لحد ما ساحت. بعد كده حطيت عليها الرز بعد طبعا ما نقعته شويه وغسلته كويس جدا. وممكن على فكره ما تنقعهوش، ممكن احطه كده بس طبعا بيتغسل. وبعد كده حطيته على السمنه، قلبته كويس جدا لحد ما الاتنين اتشربوا من بعض، الزبده والرز، عشان يدوكوا طعم وتست عالي قوي في الطعم وانتوا بتاكلوه. تمام. ونزلت عليها بالشوربه لحد ما استوى، وحطيت واحدتين ورق لوري، وحطيت عود قرفه. العود القرفه بيعمل له طعم وريحه حلوه قوي. ورق اللوري برضو بيخليه حلو جدا، وطبعا كان فيه ورق لوري وكل حاجه في الشوربه. تمام. واستوى بقى بالمنظر ده. بصوا بصوا عامل ازاي. بصوا بصوا، بسم الله ما شاء الله، جميل جميل. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. تمام صاحبكم. كفته داود باشا، كفته داود الباشا دي انا عملتها ازاي؟ انا جبت نص كيلو لحمه، حطيت عليها مكون بسيط جدا مش هيفرق معاكم في حاجه خالص، طبعا موجود في كل بيت. نص كيلو لحمه، حطيت عليها بصلايه صغنونه مش كبيره قوي، مبشوره، ما صفيتهاش من الميه مش شرط. تمام. وحطيت عليها التوابل المتاحه عندك، بهارات لحمه وبهارات فراخ وفلفل اسود والسبع بهارات. بص، كل المتاح عندكم في التوابل، مش فارق، مش شرط بهارات معينه. تمام يا حبايبي. وحطيت عليها مكون بطاطايه صغننه خالص، بشرتها في المبشره، ما سلقتهاش يا حبايبي، بشرتها في المبشره وحطيتها فين؟ على الكفته. هي دي بتزودها شويه بس على فكره بيبقى طعمها حلو قوي، ما بيبانش خالص في اللحمه. تمام. وكورتهم كلهم في قلب بعض، يعني حطيت البصله والبطاطايه واحده صغننه خالص، بشرتها، وحطيت التوابل، وحطيت اللحمه، كل ده في قلب بعضه. عجنتهم حلو جدا 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 بايدي. لو عندك كبه حطيهم، طبعا في كبه هيبقى احلى كتير. عجنتهم حلو جدا جدا بايدي، ويا دوبك عفرتهم بشويه دقيق، يعني يا دوبك حطيت شويه دقيق كده في صينيه، فردتهم ويا دوبك عفرتهم كده بشويه دقيق، ورحت قليهم. قليتهم ازاي؟ قليتهم في حته سمنه وفي شويه زيت صغننين. عايزه تقلي في سمنه اقلي، ما تقليش بالزبده عشان الزبده هتتحرق. تمام. قليتهم الاتنين في قلب بعضهم وبقت ايه، وقليتها وحطيتها على جنب. بعد كده جبت توم دقيته، ممكن تجيبي بصلايه مبشوره وتحمري التوم في البصله مع بعض. انا حطيت توم بس، توم دقيته، وحطيت عليه الطماطم وسبكتها شويه. وطبعا تبلتهم برضو بالتوابل اللي عندي، ايا كان التوابل. لما اتسبكت شويه حطيت عليها كفته، ما حطيتش الكفته من الاول خالص عشان الكفته ممكن تتفرول منك. تمام. حطيت عليها الكفته لما اتسبكت شويه. وبصوا، بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي. بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا بصوا، معلش عفوا همسك بايدي. بصوا